أول نعمل الكسر لأنه كل ما يبرد كل ما يطلع ألذ، فهو أول واحد حنعمله بدري. فعندنا هنا كسر قال برغل ناعم، البرغل العادي حق التبولة. راح أحطه هنا وأشطفه شطفة واحدة على السريع. هو نظيف بس حديله شطفة كده على السريع بالموية وأشيل عنه الموية. شوفوا بعد ما غسلت البرغل حطيته في صفاية زي كده، وعلى طول راح أحط عليه بسم الله الرحمن الرحيم موية حارة، نغطيه مظبوط بالموية الحارة. شوفوا تغمروا البرغل مرة كويس بالموية الحارة، ويا دوب يا دوب تدوله كده تقليبتين سريعة في الموية الحارة وتشيلوه، لا تخلوه وقت طويل، يعني 5 دقايق كفاية. أصلا من يوم ما تبدأ تشوفوه صار لونه فاتح وحباته بدأت تفتح على طول تشيلوه خلاص، لا تخلوه يطول، ما نبغاه ينهري مرة. البرغل الناعم دا ينهري مرة بسرعة. خلاص شلنا الموية الحارة، وفي زبدية تانية فاضية راح نحط فيها البرغل. بسم الله. خلاص غطوه عشان لا ينشف، لا تخلوه مكشوف عبال ما نجهز الخلطة حقت البرغل. غطوا الزبدية. دحين على النار راح نفتح النار على أعلى حرارة، نحط لنا طاوة تكون كده كبيرة عشان ناخد راحتنا احنا بنقلب. نحتاج للكسر كمية كده حلوة ومرتبة من زيت الزيتون عشان ما ينشف معاك الكسر. تقلل الزيت الكسر عندك حيصير مرة ناشف، فنحتاج كده كمية حلوة ومرتبة من زيت الزيتون. كمبودي تايجر رقم. نحط البصل، وألز الكسر بالبصل الأبيض بسم الله أو الأصفر. مرة ضروري البصل ما تخلوه يحمر، احنا نبغاه يذبل يصير لين بس بدون ما يحمر ولا ينحرق. مرة تنتبهوا هيصير طعم الكسر مرة قوي. انتوا هنا بتشوفوا انه كمية الزيت مرة كتير، بس بالنسبة لكمية البرغل مرة ممتازة. لو جربتوا تنقصوا كمية الدهن حتشوفوا الكسر عندكم كيف حيكون ناشف، ما هو تمام. دحين رح نضيف بصل أخضر مفروم، وبرضه نقلبه. وعندي هنا معجون طماطم بسم الله، نقلب شوية. لازم المعجون الطماطم تطبخوه كويس، يعني عايزين تبدأ كيف يخرج زيت منها شوية عشان ما يصير طعمها باين مرة في الأكل، تتسبك يعني بمعنى أصح. خلاص دحين عشان الصلصة لما تخلوها تتسبك على نار مرة عالية تسود، فعلى طول وطيت النار. عندي هنا معجون فليفلة حمرة، تبقى تحطوا باردة أو حارة زي ما تحبون، حاطة باردة طبعا، خلي الكسر كمان مرة لذيذ. شوف النار قديش موطيتها، خليتها على 5، ما أدري باين النار على 5 من يوم ما حطيت المعجون الطماطم. هديت النار عشان لا تسود معنا الصلصة. كده شايفين صلصتي كيف لما تتسبك تبدأ تشوفوا كده الزيت يبدأ يطلع على برا. دحين نحط البهارات. البهار حق الكسر عشان يطلع مرة لذيذ القرفة والنعناع المجفف هم اللي يخليهم كده يطيروا في السما، طعم الكسر يخبط. فلازم تكون كمية مرتبة من القرفة والنعناع المجفف. وهنا عندي شوية ملح، وكمان هنا عندي ملح ليمون. نضيف هنا بسم الله ملح الليمون 50 عشان يديها مزازة. ونقلب.
خلاص طفي النار ولا تخلوه وقت طويل على النار. الحين راح نضيف دبس رمان، والكمية حسب الرغبة، وتقدروا تلغوه. في ناس ما تحب دبس الرمان، عادي تقدري تلغيه. وكمية دبس الرمان حسب رغبتك انتي، قديش تحبي مزازته ضيفي، يعني ما له مقدار محدد. خلصنا. وهنا البرغل اللي غطيناه راح نحط عليه الحشوة اللي سويناها قبل شوية. بسم الله، نحطها كلها. وعندي هنا قعقع أو عين الجمل مفروم خشن، وكمية مرتبة وحلوة من البقدونس المفروم. حطوا كله واخلطوها. اخذ دي من هذه صغيرة، تخلطوها كلها على بعض الين مع البرغل تشرب الصلصة كلها. وصار جاهز الكسر حقنا. شفتوا قلت لكم لا تحطوه في المويه الحاره وقت طويل عشان ما نبغاه ينهري. كمان لما يعني نبغى نخلي فيه مجال انه يشرب من الخلطه دي، كمان حيرجع يتفكك زياده وينشف زياده. ترى لما يشرب الخلطه اللي حطيناها دردشة رمضانية. هو دحين كده تحسوه كأنه لاصق، بس سيبوه كمان شويتين حيتشرب كل الصوص اللي حطيناه، يصير ينشف تكة زيادة. فعشان كده ما نبغاه ينهري في الموية الحارة. مع رمان، وممكن نحط على الوجه دبس رمان. وبالعافية غلقنا الكسر. ما أوصف لكم الريحة، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا اللون الحقيقي، عشان الشمس مرة قوية ما شاء الله، بس هذا اللون الحقيقي.